يا صباح الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة لذيذة قوي وحلوة وتنفع فطار عشاء سندوتشات، والأطفال طبعا بتحبها وما نقدرش نستغنى عنها، وده طبعا الموسم بتاعها. النهاردة هنعمل مربى الفراولة بأسهل طريقة وبثلاث مكونات موجودة في أي بيت. يلا بينا نبدأ في المقادير ونقول بسم الله. اول حاجه معايا كيلو من الفراوله، بتحاولي تجيبيها على قد ما تقدري لونها احمر، ويعني كده ما تبقاش ناشفه قوي، تبقى طريه. وهقطعها بالشكل ده قطع صغيره، انتي بتقطعيها بالشكل اللي انت حباه، بس انا بحب اعملها بالقطع الصغيره بالشكل اللي قدامكم دوت. وهنعملها ان شاء الله بطريقه لذيذه وسهله ومش هتبقى صعبه عليكي خالص. هخلص بقيه الكميه وارجع لكم على طول. هنا بعد ما خلصت وقطعت كيلو من الفراوله بالشكل الصغير دوت، قطعتها حتت صغيرة خالص قدامك اهو. وبعد كده هنبدأ نجهز في المكون التاني اللي احنا هنحطه عليه. انتوا بقى في المكون التاني ده حابين تقللوا تزودوا براحتكم خالص. هنحط نص على الكيلو من الفراولة، نص كيلو من السكر، يعني بما يعادل كوبايتين وربع، كوبايتين ونص من السكر. انا استعملت الكوباية ديت. حطيت هنا كوبايتين ونص من السكر، حابة تقللي براحتك بس ما تزوديش عشان هتبقى مسكرة كويس معاكي. الا لو انت بقى بتحبي السكر قوي. وبس كده. وتقدري تتحكمي في كمية الفراولة والسكر على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وهنقلبهم في بعض كويس قوي، بحيث ان احنا نحاول على قد ما نقدر نخلي الفراولة تشرب السكر دوت، ما يبقاش لونه ظاهر قوي كده معانا. هنقلبه كويس كده بالشكل اللي قدامكم ده، وهنقلب كويس لحد ما ندوبهم. هنا قلبناه اهو، السكر مش باين معانا، هو لسه ما دابش قوي طبعا، بس لونه مش ظاهر معانا. هنحطه في التلاجة بقى، عايزة تحطيه نص ساعة، ساعة، ساعتين، ليلة. كل ما بتسيبيه في التلاجة كل ما بيبقى حلو معاكي، لحد ما تلاقيه كده نزل ميته وبقى حلو قوي. يعني سيبيه في التلاجة مثلا 3 4 ساعات كده ولا حاجة، بس ما تسيبوش اكتر من ليلة. وبس بصي لما طلعناه من التلاجة انا كنت سايباه حوالي 3 ساعات. بصوا ما شاء الله، عامل زي جوسي كده وفي المية هي نازلة منه، وبجد كان لونه حلو. هنبدأ بقى بعد ما خلاص طلعناه من التلاجة وكان ده شكله، هنحطه على النار، ونار هادية جدا. اقل نار عندك اعملي عليها، وطي النار جدا، ما تعليش ابدا ولا تغطيه، عشان لو غطيتيه هيفور منك، ولو عليتي هيفور طبعا ويتحرق. فبيتعمل على نار هادية جدا، وتسيبيه بقى لحد ما يتعمل مثلا ربع ساعة نص ساعة. هنا كان بدأ يغلي معانا، واول ما بنلاحظ ان هو بدأ يتقل سنة سنة صغيرة، بنجيب المكون التالت والاخير معانا. هو هحط عليها هنا ليمونتين، وده كان حجم الليمونتين اللي انا استعملتهم، الحجم دوت. لو هتعملي لو حجم اكبر من ده يبقى ليمونة واحدة، حجم اصغر يبقى حوالي ليمونتين تلاتة بس لو اصغر من ده. انما بالحجم ده انا استعملت ليمونتين بس. وهعصرهم عليه، وبعد ما اعصرهم 10 دقايق بس، 10 دقايق على النار، وتسيبيهم بعد كده تدفع عليهم وتسيبيهم يبردوا خالص. بس اول ما بتحس اهو بصوا، بنقلبه تقريبا كده. هو ممكن بدأ يتقل سيكا، يعني مش كتير، لا يتقل حتة صغيرة، عشان انت لو سبتيه وقلتي لا ده مش ما تقلش ولا حاجة، هيمسك معاكي خالص كده وهيبقى ناشف اصلا، والوصفة كده هتبوظ. اول ما بتلاقيه بالقوام ده، يعني بعد ما بتحطيه على النار وتوطي النار خالص بقى، بتشوفيه بقى بعدها بربع ساعة ولا نص ساعة، وتحطي الليمونتين بتوعك عليهم. وهنا قلبتها، وهشيل الوش اللي معمول. هو الوش ده مفيهوش مشكلة، بس عشان عايزينها طبعا شبه بتاعة الجاهزة وكده، فهنشيل الوش دوت في طبق على جنب. وهنا بعد ما شلنا الوش هديها تقليبة كمان بسيطة، وهسيبها 10 دقايق على النار بس. هنا نقلبها بقى كويس بس. وده شكلها، بصوا ما شاء الله، حتى الحبة هتلاقوا شكله متغير كده وتحسوا ان تقلان، والمية هتلاقي لونها تقيل كده وبقى احمر غامق. فلا بجد كان اصلا كان طعمها حلو قوي قوي وهتعجبكم جدا. هنا كنا شلناها من على النار. لما تشيليها من على النار ممنوع 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 تستعملي معلقة فيها نقطة مية، لازم المعلقة تكون ناشفة اللي هتقلبي بيها، ضروري ضروري عشان ما تبوظش منك الوصفة. المعلقة اللي انتي بتقلبي بيها اول ما بتطلعيها من على النار
بتكون معلقة ناشفة جدا، او المعلقة اللي بتستعمليها في كل الوصفة، سواء بتقلبيها على النار او بعد ما شلتيها من على النار، ما يبقاش فيها مية خالص عشان ما تبوظش منك الوصفة. هنا بصوا دي بعد ما كنت شلتها من على النار، هسيبها بقى تبرد تماما في على الهوا كده، او في اي حتة بتسيبيها تبرد، وتكوني مجهزة البرطمانات الازاز بتاعتك او اي حاجة بتاعتك تكون ناشفة ومعقماها وتعبيها فيها. هنا الكيلو الفراولة عمل لي ما شاء الله تبارك الله برطمان كبير كده، وبجد الطعم كان حلو قوي، وخصوصا لما يبرد. دي انا تاني يوم انا كنت حطيتها في التلاجة، بعد ما بردت حطيتها في التلاجة وقلت اوريها لكم كمان لما اطلعها من التلاجة. بصوا ما شاء الله اللون بتاعها حلو ازاي، والقوام بجد كان طعمها حلو قوي، لا مسكرة قوي ولا دلعة، ومظبوطة، واللون كمان كان حلو قوي والقوام كان حلو. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. قبل ما ننهي الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولايك وكومنت حلو زيكم كده عشان بتشجعوني وتدعموني. وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة في قناتي في بيتنا شيف. باي باي، اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.